السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مرة تانية. الفيديو ده مخصص في المقام الأول لأولياء الأمور، لأن أكتر سؤال سألته الفترة اللي فاتت: يا مستر نختار نظام البكالوريا ولا نختار نظام الثانوية العامة؟ هحاول أكون هادي وأحاول أكون حيادي وأقول لك بالظبط مميزات وعيوب كل نظام، وأنت كولي أمر عليك أن تختار. طبعا اللي هقوله ده كله بناء على كل المعلومات المتاحة لحد الوقت اللي احنا فيه، وأعتقد ان نسبة كبيرة جدا من المعلومات الخاصة بالنظام البكالوريا قد اتيحت. اللي باقي شوية تفاصيل ممكن يترتب عليها برضو الاختيار في المستقبل، بس اعتقد ان التفاصيل الباقية هي تفاصيل روتينية في الحجم وحجم المواد وشكلها، واعتقد ان الرؤية متضحة بشكل كبير لحد الوقت اللي احنا فيه. فهذه المقارنة القائمة بين النظامين، وانت كولي امر عليك انك تختار النظام المناسب لظروفك والمناسب لظروف ابنك، لان عايز اقول لك ان مش شرط النظام الثانوي العام يبقى كويس لابنك او البكالوريا، لان مستوى الطلبه مختلفه. بس خليك معايا. اول حاجه هنختار البكالوريا ولا الثانويه العامه. بس قبل ما اختار البكالوريا ولا الثانويه العامه جه في دماغي مثل عندنا في الفلاحين. قال لك ايه؟ قال لك راح اشترى الوتد قبل ما يشتري الجاموسه. يعني ايه؟ يعني واحد عنده طموح انه يشتري جاموسه، الجاموسه ب100,000 والوتد ب50 جنيه. اول ما جه في جيبه 50 جنيه راح جري على السوق واشترى الوتد ودق الوتد وقعد جنب الوتد، ما عملش حاجه لانه ما خططش. نفس النظام العريس اللي رايح يتجوز قبل ما يخطب وقبل ما يدخل اي بيت راح حجز القاعه. طب انت حجزت القاعه، مش تعرف الاول البيت؟ مش تعرف الاول يعني في ترتيب معين. فنفس اللي حصل هنا، واعتقد تفصيليا احنا اخترنا نظام. طب وبعدين تعالى بقى نفصل النظام من جوه، مع ان المفروض ان العكس. نجاح اي منظومه ونجاح اي مؤسسه ونجاح اي مشروع مبني على التخطيط. بخطط الخطوط العريضه وبعدين ابني الخطوط الاساسيه وبعدين اطلع بالايه؟ بالمبنى. لكن ما اعملش دعايه على حاجه مش موجوده لسه، ونظام مجهول بالنسبه لي كوزاره. وعايز اقول لك على حاجه، ان النظام ده لازم الطلبه تعرفه بدري، لان انا كنت فاكر ان ممكن الطالب من سنه تانية ثانوي يختار النظام، لكن الموضوع مختلف. انت لازم تختار من اول يوم في اولى ثانوي نظامك بكالوريا ولا ثانويه عامه، لان في اختلاف في اولى ثانوي بين الاثنين. وده اول حاجه عندي هنا اهو. الاختلاف اللي موجود ان في اولى ثانوي انا عندي 6 مواد، لكن في اولى ثانوي في البكالوريا انا عندي 7 مواد، لان هيتضاف عندي ماده جديده اسمها البرمجه وعلوم الحاسب. دي ماده اضافيه لا تضاف للمجموع، بس موجوده في نظام الايه؟ في نظام البكالوريا. يبقى انا عندي من اول ما هدخل اولى ثانوي لازم اكتب في رغبتي واحدد، لان بناء عليه هحدد ثانويه عامه ولا بكالوريا، وبالتالي الموضوع صعب جدا في تغيير المسار بعد كده. فالطالب لازم يبقى فاهم، ولي الامر مستوعب قبل ما ياخد خطوه وقبل ما يختار. انا اصلا اتفاجئت لما عملت استطلاع راي عندي على الصفحه ان تقريبا 99.9% من كل التعليقات قلت لو ابنك في الثانويه العامه تختار الثانويه العامه ولا البكالوريا؟ كلهم ثانويه عامه. انا اتفاجئت، انا قلت 50 و50. حتى الأربعة 5 اللي علقوا قالوا بكالوريا، انا عارف بعضهم، يعني عارف بعضهم انه ملوش في بس هو من النوع اللي بيحب دايما يأيد اي حاجه في الاتجاه ده. فلقيت الناس فعلا عندها، انا مش عارف ال 88% اللي جابها الوزير بتاع الناس اللي اختارت البكالوريا في المدارس جابها منين؟ اذا كان كل اولياء الامور اللي عندي على الصفحه تقريبا 99.9% منهم اختاروا نظام الايه؟ اختاروا نظام الثانويه العامه. المهم، يبقى اول اختلاف عندي، انا عندي مواد اساسيه هنا اهي: تربيه دينيه، لغه عربيه، تاريخ، رياضه، علوم متكامله، فلسفه ومنطق، ولغه اجنبيه اولى. في مواد خارج المجموع اللي هي الاجنبيه الثانيه. هنا نفس المواد بس في عندي مادتين خارج المجموع: الاجنبيه الثانيه والبرمجه وعلوم الحاسب. يبقى ده اول اختلاف بين النظامين. عشان كده لازم اختار من اول ترم في سنه اولى، اختار همشي بأنهي نظام فيهم. طيب نكمل مع بعض. تانية ثانوي سنة نقل عادية زي اللي موجودة دلوقتي، فيها 5 مواد، ال5 يضافوا للمجموع، وسنة غير مؤهلة، يعني السنة دي
مش سنه شهاده، سنه عاديه خالص زي السنوات اللي احنا موجودين فيها. يعني مثلا علمي انا عنده كيمياء وفيزياء واحياء ورياضه، خلاص هم 6 مواد معذره، 6 مواد بالاضافه للعربي واللغه الايه الاجنبيه. طب نيجي هنا بقى للشهاده تانية ثانوي في البكالوريا، قال لي لا ده انا عندي 4 مواد. خد بالك بقى، عندي عربي انجليزي وتاريخ وماده تخصصيه حسب المسار. بقى انا عندي 4 مسارات، هختار ماده تخصصيه. يبقى انا عندي هنا كام؟ 4 مواد. بس مواد، ودي شهاده، يعني هتبدا شغلك ودروسك عشان تبقى فاهم، ومجهودك وطاقتك الماديه من سنه تانية. خلي بالك هنا الطلبه ما بتاخدش في كل المواد، ولو خدت في كل المواد ما بتكملش بقيه السنه. احنا عارفين الطالب بياخد اول شهر ويروح يحضر المراجعات، عارفين ان الضغط هنا في سنه النقل قليله، عشان بس ما حدش يقول لي ان السنتين هتريح الطالب. لا، منطقيا تريح الطالب امتى؟ مش بعدد السنين، لا لوحدها، لا بعدد السنين ومعاها كمان حاجات تانية. ما خليش الامتحان بس هو المحدد، ففي انشطه بقى تانية وابحاث وحاجات بجمع له درجات منها علشان في الاخر اخفف الضغط على الطالب. لكن انا عشان اخلي الثانويه العامه بدل سنه سنتين، فانا زودت العبء على الطالب وعلى ولي الامر قولا واحدا، ما فيهاش مشكله وما فيش اختلاف، مش 2 يختلفوا عليها. اوعى تقول لي السنتين هيخففوا الضغط، لا، انا بقول لك بحياديه اهو، السنتين يعني سنتين اعمال شاقه جوه البيت. اللي عنده ابني في الثانويه العامه او مر الظرف ده عارف انا بقول ايه. وبالتالي دي هبدا من هنا الشهاده 4 مواد، لكن هنا سنه نقل عاديه. طيب بالنسبه لثالثه ثانوي، هي بقى دي الشهاده هنا هي سنه واحده، لقطه واحده، يا ابيض يا اسود، خلصت. انت ومجهودك وانت وشطارتك وانت ومستوى ابنك، بس هي ضغط سنه واحده. 10 11 شهر بتحط ابنك تحتضغط ويدخل الايه؟ الامتحان. لكن هنا هتحطه للسنه الثانيه تحت ضغط، هياخد بقى مادتين تخصص مستوى فيه حسب المسار بتاعه، وياخد التربيه الدينيه لا تضاف للمجموع. خلي بالك سنه كامله فيها مادتين مستوى رفيع. عايزك تتخيل ان لازم تكون موازيه للسنه الثانيه، ما نفس عدد الحصص. ما هو خد بالك النظامين دول معناها ان في كل مدرسه فيها فصول للثانويه العامه العاديه، طبعا ما حدش بيروح انا عارف، بس انا عايز افهمك، وفصول للبكالوريا. انت فاهمني؟ يعني المفروض لو في حد بيروح او حد هيروح، هيبقى دول لهم منهج ودول لهم منهج. خد بالك بقى هنا مادتين، يعني هيفضل طول السنه طول الاسبوع ياخد، ده بكلمك عن توزيع المنهج عشان تعرف عشان حجم الماده. هيفضل طول الاسبوع ياخد في 3 مواد، لازم يكونوا موازيين للي هنا. يبقى انا عندي السنه دي زي دي مبدئيا كده في عدد الحصص والكم والكيف، ودي زياده هي لان دي ايه؟ يعني دي سنه هتضاف عليهم. فمحدش يقول لي ان 6 مواد هنا، خلي بالك 6 مواد هنا اقل على سنتين احسن من 5 مواد على سنه واحده. لا، هم هنا اكتر من هم 4 بس اكتر من ال5، يعني اكتر من ال5 دول، ودول هتعملهم زي ال5. يبقى ده اول اختلاف. انا بحاول اكون حيادي، خلي بالك، مع ان انا يعني حادف في اتجاه معين بس غصب عني، لان فعلا الموضوع مستفز. التحسين هنا ما عنديش تحسين في الثانويه العامه، لكن في البكالوريا في تحسين. طب دي يا استاذنا الفاضل هتبقى في صف ابنك ولا مش في صفه؟ قولا واحدا حسب مستوى ابنك من الطب، يعني اوائل المحافظه، اعتقد ان التحسين افضل له. ليه؟ ما هو لما يجيب 99.5% يقدر يدخل يحسن ويجيب 100%. لكن ابنك مش من الصف الاول، مش بقولش على الطالب 95 ولا 96، انا بتكلم على الطالب اللي هو من اوائل المحافظه. التحسين افضل له، هيفضل يحسن لحد ما يقفل. مع العلم ده مش هيديله ميزه، لان بقيه الطلبه هتحسن برضو معاه، بس الطالب المتوسط لما يحسن مش هيقفل، هو لما يحسن هيقفل. تمام؟ طب ابني طالب متوسط، لا، التحسين مش في صفه خالص، لان التحسين هيخلي الطلبه اللي جايبه 100% كتير. انا لو طالب ثانويه عامه وعندي 5 أو 6 مواد زي اللي قدامي، وعندي مادتين نقصت فيهم درجه، هدخل في المادتين واحسن عشان اقفل. يبقى عدد الطلبه اللي هتقفل كتير، ول9.5 كتير، فهنصل لمرحله كانت موجوده زمان ان الطالب جاب 98% ومش لاحق حاجه.
ليه؟ ما هو كل الطلبه حسنت وكل الطلبه مستوى ارتفع. فموضوع التحسين مش في صالح ابنك خالص، مش في صالح ابنك نهائي. موضوع التحسين هنا مختلف. ابنك مستواه عادي متوسط فوق المتوسط، فالافضل يدخل الامتحان زيه زي الطلبه، خاصه ان هيبقى في عندي تنسيقين. يعني انا اعتقادي، طبعا ده تنسيق وده تنسيق، ده مفيش اختلاف عليها، بس انا اعتقادي ان هيخلي نسبه دول هياخد نسبه منهم، نسبه من هنا لكليه الطب. يعني مثلا كليه الطب عايزاها 20,000 طالب، خلاص عندي مثلا ال 20,000 طالب دول الطلبه هنفترض 50%، ده مجرد فرض، 50% بكالوريا و50% ثانويه عامه، خلاص يبقى اخد 10,000 من هنا و10,000 من هنا، اعلى 10,000 مجموع هنا واعلى 10,000 مجموع هنا، وبالتالي هلاقي تفوق، هلاقي ان الطب هنا ممكن تقبل من 99%، وممكن الطب هنا تقبل من مثلا 97 او 96%. تنسيقين. طب نفترض هنا دي ضعف دي، يعني التلت والتلتين او العكس، فهو برضه هيوزع 20,000 على التلت والتلتين. تمام. يبقى التحسين مش في صالح الطالب خالص، والتحسين ده نظام اصلا يعني اثبت فشله قبل كده، ومحدش يفرح بكلمه التحسين. ما هو انت مش هتحسن لوحدك، كل الطلبه هتحسن. طب انت هتحسن تروح فين؟ ما كله بيحسن وكل مستواه بيزيد، فانت ممكن تزيد 1%، واحد تاني قفل زاد نص في المية، بس النص في المية دي ضيعت الدنيا خالص. تمام. طيب فرص الامتحان، انا عندي محاوله واحده فقط هنا، يخش الامتحان مره واحده وبعدين يدخل دور تاني بنص الدرجه، الا طبعا لو قدم عذر. هنا محاوله واحده في الاول مجانيه، وبعدين محاوله اضافيه ب 200 جنيه، خلاص، اللي هي شهر 5 وشهر 7، وممكن يدخل تاني سنه، يعني ممكن يعيد تاني سنه في ايه؟ في المواد نفسها عادي، مفيش مشكله. طب اجمالي الدرجات هنا 320 و600، دي مش فارقه معايا كتير، لان نسبه وتناسب برضه، انا باخد نسبه مئويه مش باخد الدرجات، فده مش فارق كتير. طيب الاعتراف الدولي بالنسبه للثانويه العامه بتحتاج لمعادله بعد الثانويه العامه، واشرحها تفصيلا دلوقتي، لكن دي غير معترف بيها حتى الان، ولا اعتقد انه سيتم الاعتراف بيها، مستحيل، لان البكالوريا بتاعتنا مختلفه تماما عن البكالوريا اللي بره. حتى المعادله هيبقى فيها مشكله هنا، حتى عشان اعمل معادله هنا هيبقى فيها مشكله هنا، لان المعادله هو بيقيس المواد، النواتج التعلم اللي انت درستها، وحجم المواد وحجم الحصص وحجم الكورسات وجوده التعليم وجوده كل القصص دي بيقيسها، ويعمل ايه؟ يعمل معادله عليها، شوف الحاجات اللي انت ما درستهاش يمتحنك فيها. دي معنى المعادله. طب انت اصلا درست 50%، امتحانك في 50%، طب ليك ما درستش 20% من المواد اللي هو محتاجها، خاصه اللغات مهمله طبعا، اللغات ضايعه في الاثنين، فهيعمل ايه؟ فاكيد ده هيبقى الاعتراف بيها حاجه، عايز اقول لك من دلوقتي، حاجه شبه مستحيله. فبالنسبه خلاص النظام ده معروف وليه اولويه آلية، يعني الطالب بعد الثانويه العامه يقدر يعمل معادله ويدرس بره، مفيش مشكله. طيب المناهج هي نفس المناهج المتاحه حاليا، معروفه ومحفوظه، مفيش مشكله فيها. طبعا دي مناهج جديده وهتبقى مناهج اكبر. التاريخ دي نقطه برضو جوهريه واساسيه في الموضوع. التاريخ هنا ماده اساسيه في الشعب الادبيه، طالب ادبي داخل ياخد تاريخ مفيش مشكله فيه خالص، لكن هنا المشكله ان التاريخ ماده اساسيه في كل المسارات. فطالب العلمي اللي هو طالب الطب او طالب الهندسه مفيش شك انه عنده مشكله في التاريخ بتاع ادبي ومش هيقدر يستوعبه، خاصه ان التاريخ هنا هيبقى ماده من 100 درجه في سنه تانية، والمواد بدل ما هم 5 هيبقى 4، فلازم التاريخ يبقى قد العربي، ولازم التاريخ يبقى قد الانجليزي، صح كده؟ فلازم كم التاريخ يبقى اكبر من كم التاريخ اللي موجود دلوقتي. خلينا متفقين، التاريخ بقى القديم والتاريخ الحديث هيضيف لك بقى كتاب تاريخ من 100 درجه، يعني التاريخ الموجود على الثانويه العامه دلوقتي من 60 درجه، هو يعمل لك كتاب تاريخ من 100 درجه، لازم يوازي مين؟ ال100 الثانيه بتاعت العربي اللي هي هتبقى غالبا منهج ثانيه وثالثه، وال100 بتاع الانجليزي اللي هي منهج ثانيه وثالثه، فيبقى عندك كم كبير جدا من التاريخ، او التاريخ ماده كبيره جدا هنا. اعتقد ان طالب العلم هيبقى عنده مشكله شبه مستحيله للتعامل مع التاريخ في ثانيه ثانوي. اللي داخل علمي مش عارف يحفظ كل التواريخ وهيتوه، وممكن تضيع له المجموع، ممكن التاريخ الماده اللي هنا تبوظ له المجموع اللي هنا. طيب نيجي بقى لتغيير المسارات. طالب الثانويه العامه خلي بالك معايا هيقدر يغير مساره امتى؟ هو عنده علمي
وادبي، علم علوم وعلم رياضه وادبي، يقدر يغير بين علم علوم لعلم رياضه طول ما كتبش الاستماره، يعني لحد نقول نص الترم الثاني في سنه ثالثه او ما دخلش الامتحان. لكن هنا مش هيقدر يغير، او هيغير بس بشروط معينه. يعني هنا هو درس في سنه ثانيه، خلي بالك معايا، هو درس هنا في سنه ثانيه 4 مواد اهو، ماده تخصصيه اللي حددت له. طب نفترض نجح، هو دخل علمي واختار ماده تخصصيه فيزياء او رياضه، هنفترض اختار الفيزياء في الاحياء في المجموعه الطبيه، وبعدين ما جابش مجموع، ما وفقش، عايز يحول هندسه. طب يعمل ايه؟ يقدر؟ يقدر بعد سنه تانية، بس هيعمل ايه بقى؟ هياخد الماده التخصصيه بتاعه ايه؟ بتاعه الهندسه. يعني الفيزياء اللي خدها وتعب وذاكرها وامتحن فيها هيرميها على جنب، ويرجع ياخد الايه؟ ياخد الماده بقى اللي هي الكيمياء او البرمجه مره تانية، بقى ياخد واحده منهم مره تانية، ياخدها لوحدها، ياخدها في سنه ثالثه، مفيش مشكله خالص. يبقى هو عشان يغير مسار خلاص، فالمواد اللي نجح فيها خلاص، المواد بقى التانية اللي هي التخصصيه، الماده التخصصيه ممكن يغيرها في سنه تانية. طبعا نفترض ركب دماغه وكمل لسنه ثالثه، هيقدر يغير مسار؟ قال لي حتى بعد سنه ثالثه يقدر يعيد ويغير مسار، بس هيغير مادتين بس، هيغير مادتين التخصص بتاع ايه؟ بتاع ثالثه. ده تقريبا اللي قدرت استشفه من المعلومات المتاحه. يعني الكلام ده برضو هنقول صحيح بنسبه مثلا 90%، وحتى لما سالت الحته دي لسه ما اتظبطتش قوي، لكن هيقدر يغير مساراته بس بتغيير المواد، بس مجهودك في المواد اللي راح خلاص وسنه هتروح عليك. لكن هنا خلاص دخلت علم علوم، هي سنه وخلصت على كده والموضوع خلص، او علم رياضه، تمام. فتغيير المسار موجود ما بين المسارات كلها. طيب بالنسبه للكليات المتاحه، طبعا الثانويه العامه دلوقتي كلياتها معروفه. انا دخلت علم علوم، متاح عندي كل المجموعات الطبيه خلاص. طب ما نفعتش او ما جبتش درجه، بدخل مجموعات بتاعه الادبي او كليات بتاعه الادبي. طب ما تخلينا نتفق ان اصلا انا ما غيرتش حاجه، يعني المصب والمنبع زي ما هو، يعني انا ما غيرتش اصلا في هيكله الكليات. يعني هل ضفت كليات زياده ولا شلت كليات في التعليم العالي؟ فلازم يبقى نفس المصب، لازم يكون نفس الايه؟ المصب. ولكن هيبقى الموضوع هنا محدد قوي. محدد قوي ازاي؟ يعني الكليات العلميه خلاص، انا دخلت مجموعه الطب، فمتاح قدامي كل طب، هتضيف عليها بقى علوم، تضيف عليها مثلا حاسبات ومعلومات ما فيها برضو جزء علمي، هتضيف عليها زراعه، ممكن تضيف عليها تربيه، المواد العلميه، يعني حاجه في الاتجاه ده. يعني اعتقد مش هيبقى متاح قدامه بقى الألسن والاداب والحاجات اللي هي التخصص بتاع ادبي. وكذلك طالب الهندسه، بعكس قبل كده الطالب كان بيدخل ثانويه عامه، ما جابش مجموع هندسه بيدخل اي كليه ادبيه، ما جابش مجموع طب يدخل اي كليه ادبيه. لكن في النظام ده هي طبعا الرؤيه ما وضحتش قوي، لكن من برضو المعلومات المتاحه ان الموضوع محدد قوي، الموضوع التحرك فيه يعني مش سلس قوي، الا بقى لو رجعت من الاول زي ما قلت لك وغيرت مادتين وبدات من ايه؟ من الاول. طيب تعال نسال سؤال. احنا قلنا الثانويه العامه معترف بيها دوليا ولا لا؟ طبعا الثانويه العامه مش معترف بها داخل مصر، لكن الخارجيه مش معترف بيها، ولكن لا تعتبر بصوره تلقائيه معادله الشهادات الثانويه الدوليه زي الاي جي سي اس اي والاي ليفلز، ولذلك تتطلب معادله غالبا من جهات تقييم الشهادات الاجنبيه. انا داخل على امريكا، فهي الشهادات اللي هناك هتعمل لي تقييم للمواد اللي خدتها والحاجات اللي خدتها وتعمل لي معادله، تمام. تقبل طلاب من مصر اهو. العديد من الجامعات حول العالم في الولايات المتحده واوروبا بتقبل طلاب من مصر يحملوا ثانويه عامه بعد استكمال عمليه المعادله، تحويل الدرجات والمحتوى زي ما شرحتها دلوقتي. النظام التعليمي المعتمد، ماذا يعني هذا؟ الجامعات الاجنبيه لن تقبل شهاده الثانويه العامه دلوقتي مباشره، لازم تعمل معادله بس بتقبلها، تمام. طيب ازاي تزود فرص الاعتماد بشهادتك؟ لازم تكون جايب درجات عاليه، لازم تعمل معادله رسميه عبر الهيئات المختصه بالدراسه الابحاثيه زي اليو كي والدبليو اي اس، وفي بعض الحالات تحتاج لتقديم درجات السات او امتحانات تجريبيه تضيف ثقلا اوروبيا او امريكيا. ده بتكلم على الثانويه العامه الموجوده حاليا. طب نظام البكالوريا بقى الدولي، مش اللي عندنا في مصر او اللي عايزين نطبقه، لا، اللي هو الاي بي، النظام الدولي. النظام الدولي يختلف تماما عن الثانويه العامه. تعال نشوف بقى مقارنه. ايه بقى نظام البكالوريا؟
نظام تعليم دولي معترف به دوليا، انا بتكلم على البكالوريا الدوليه، تم تأسيسه في سويسرا ويقدم اكتر من 150 دوله في العالم ومعترف بهم دوليا. مش عارف احنا ليه ما يبقاش 151 دوله، انا مش عارف. من ضمنها بعض المدارس الخاصه والدوليه في مصر، يعني جوه مصر اصلا في بعض المدارس الدوليه بتطبق البكالوريا ومعترف بها دوليا، بس طبعا دي بفلوس كتيره. بيتكون من 4 مراحل، لكن الاكثر شيوعا دبلومه البكالوريا الدوليه اللي هي تعادل الثانويه العامه. تعال نشوف نظام او مميزات نظام البكالوريا الدولي. اولا في اعتراف عالمي معترف به من الجامعات حول العالم زي بريطانيا وامريكا وكندا والمانيا والى اخره. بتكلم على الدوليه، على البكالوريا الدوليه اللي هي مطبقه في 150 دوله، وفي بعض المدارس في مصر بتطبق نظام البكالوريا المعترف به دوليا. منهج متعدد التخصص يحتاج ل6 مواد من بينها الرياضه والعلوم واللغات، الدراسات الانسانيه، الفن والتكنولوجيا. طبعا ده مش موجود في البكالوريا بتاعتنا. بيشترط مشروع بحث وموضوع في نظريه المعرفه وخدمه المجتمع. مشاريع ابحاث دي مش موجوده عندنا اهو، عشان بس نعمل مقارنه، الحاجات دي مش موجوده كلها عندنا. كثير من الجامعات تصنف طلاب الاي بي كافضليه عند التقديم، خلاص مش معترف بيها بتاعتنا فمش هيصنف هذا التصنيف. يركز على النقد والتحليل والبحث والابتكار وليس على الحفظ فقط. طبعا دي ايه، ما عندناش احنا تنميه مهارات فكريه. فدي حاجه ودي حاجه عشان برضو ما نبيعش النظام للناس. طيب تعال نشوف الفرق بين الثانويه العامه المصريه والبكالوريا الدوليه مش المصريه. معترف بها مباشره دوليا، قال لك دي محدوده تحتاج لمعادله زي ما شرحنا، لكن دي معترف دوليا. انا بقارن بين الثانويه العامه والبكالوريا الدوليه اهي. تعتمد على الفهم والتحليل والبحث، عن شكل كبير على الحفظ. طريقه الدراسه، عدد المواد 6 موزعه على 6 مجموعات، دي من 8 ل 6 حسب التخصص. طبعا احنا ايه ملخبطين فيها. ده عندي مشروع بحث الزامي وخدمه مجتمع، دي مفيش. مشروع تخرج دائما بالانجليزيه، عربي او انجليزي حسب المدرسه. مقبوله ومشهوره من الجامعات العالميه، تحتاج لاجراءات اضافيه ومعادلات القبول الجامعي. ده مقارنه بالبكالوريا الدوليه اللي هي اصلا مصر اصلا مش ايه، البكالوريا المصريه مش فيها. هل يمكن لطالب مصر ان يدرس البكالوريا؟ يعني الطالب بعد الثانويه العامه يدرس البكالوريا؟ قال لي نعم، ولكن فقط في المدارس الدوليه المعتمده لتدريس الاي بي، ومدارس خاصه بهذه التكاليف، ودي المدارس اللي موجوده في مصر اللي هي بتطبق نظام البكالوريا. هل البكالوريا افضل من الثانويه العامه؟ نيجي بقى للسؤال الاهم، هل البكالوريا افضل من الثانويه العامه؟ انا كولي امر ارجح لابني او بنتي الثانويه العامه على الوضع القائم حتى يتضح نظام البكالوريا، او حتى يكون هناك جديد في نظام البكالوريا. لكن بالشكل المبهم وكم كم المناهج الكبيره دي مع عدد قليل من المواد، عشان ابيع لك نظام ان هو عدد مواد اقل وضغط اقل، لا. اضغط ابني 2 ولا سنه واحده؟ لا، سنه واحده. عندي هناك تحسين مش محتاج تحسين، مش هيفرق معايا لان كل الطلبه هتحسن، وده تنسيق وده تنسيق عادي. تاريخ ماده اساسيه؟ لا، انا ابني مش هيدرس تاريخ لو هدخله علمي. فقولا واحدا هتبقى الثانويه العامه. طيب ما انا عندي مواد وعندي مواد، بس مواد الثانويه العامه دلوقتي محفوظه ومعروفه وهلقلها بدل المدرس 2 و3 و4 و5، ويقدروا يشرحوها مره و2 و3 و4 و5 ويراجع ويوتيوب ودنيا مظبوطه. البكالوريا ده احنا هنجرب مع بعض. في النهايه يعني انا بشكر كل من اجتهد علشان تطلع البكالوريا، ولكن رجاء البكالوريا اصبحت امر واقع، ولكن رجاء بعد اذن حضراتكم محتاجين نسيب الناس تختار. انا بكلم المسؤولين، ما تطلعش بحملات توعيه عشان توجه الناس في اتجاه معين، مالكش مصلحه انك توجه الناس. كل المطلوب منكم كمسؤولين انك توضح النظام فقط، ما تطرحوش كمميزات. لان شفت بعض البوستات على يعني بوستات شبه رسميه بتطرح النظام كانه ميزه، والوزير بيتحدث عن النظام كانه ميزه. انا اوفر لك دروس، لا ده مش هيحصل. انا اوفر لك ضغط، ده مش هيحصل، انت تخليها 2 مش سنه واحده. عدد مواد اقل، ده مش صح. فانا مطلوب من الساده، خلاص بما ان الموضوع اصبح امر واقع، مطلوب من الساده المسؤولين شرح كل التفاصيل خلال الفتره دي.
ما نستناش لحد ما الطلبه تدخل وتختار وخلاص. لا، الطلبه من دلوقتي وتاخد قرار وتشوف المواد محدده وطريقتها. اصل انا مش هينفع الطالب يدخل سنه اولى ومختار بكالوريا وبعدين افاجئه بمنهج معين في سنه ثانيه وثالثه. لازم يكون الطالب عارف حدود المنهج ومعلوماته وحتى عناوين الرئيسيه. ده لازم يبقى الكتاب في ايد الطالب. لازم الكتاب اصلا اللي هو هيدرسه يبقى مع الطالب. بس يا عم احنا خلينا الكتاب مش جاهز ونعرف انه مش هيجهز ولا حتى بيجهز في سنته، يعني في السنه اللي فيها الكتاب هيتاخر. خلينا على الاقل خالص الخطوط العريضه والعناوين والتفاصيل العريضه للموضوع علشان يبقى الموضوع فيه مصداقيه بشكل اوسع. اشكركم في النهايه واتمنى اكون وفيت الموضوع، وان شاء الله باذن الله في جديد باذن الله ان شاء الله مع حضراتكم. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.